دي بقى كنافة جميلة وبتعجب الولاد جدا. سهلة كده، نجيب كنافة طازة علشان تبقى سهلة في اللف معانا، ونلفها على صوابعنا بالشكل ده. وهنكون مجهزين معانا كوباية سمنة على زيت او كوباية سمنة، نكون مجهزينها جنبنا، ونبدأ بقى نلف الكنافة زي ما انتم شايفين. مش محتاجين قمع ولا محتاجين اي حاجة، بلفها على صوابعي بمنتهى السهولة. هتكون منعكشة ومفركشة كده شوية، بايدك وبعينك كده هتلاقي نفسك ظبطتيها كده تمام. مولعين الفرن، هنبدأ بقى ندهنها كلها سمنة. كوباية السمنة تاخدها كلها على حسب ما تاخد معاكي، مش بتاخد سمنة كتيرة زي اللي بنعملها العادي. دخلت الفرن وخرجت معانا الشربات الكنافة جاهز. كلنا عارفين شربات الكنافة. هنسقيها ونجهز لها بقى كريم شانتيه، ميه متلجة وكريم الشانتيه. وكريم شانتيه زي ما يكون عندك، انا بحط الكريم شانتيه والميه على لغايه ما اخد القوام اللي انا عايزاه. تمام. هي كده هديت وبردت شويه، نبدا بقى نزينها. تزيين بقى اللي في الاخر ده بتاعك انتي، سهله